يا صباح الخير على كل الناس اللي بتحب الحواديت. النهاردة جايبة لكم حدوتة جديدة بطعم الزيتون والزعتر، ريحة كلها أصالة. بعد أجازة شم النسيم واحنا داخلين على عيد العمال، جايبة لكم النهاردة حدوتة بتفكرنا بالسعي. هي فيها شوية يعني ذكاء كده وفهلوة من بتوع المصريين، بس الأكيد إن فيها إصرار وفيها ذكاء. هاخدكم النهاردة في رحلة طويلة لغاية فلسطين في مرج بن عامر، في حدوتة الديك الهاتر اللي فضل ورا حلمه لغاية ما وصل اللي هو عايزه. تعالوا اسمعوا الحدوتة واعرفوا ايه حكاية عرف الديك. أهلا بيكم في حكاوي زمان من حنان. شوفوا الحدوتة. كان يا مكان يا سامعين الكلام، كان في فلسطين الحرة مرج جميل اسمه مرج بن عامر، وفي المرج ده كان في ديك اسمه الديك الهادر. ونزل في يوم من الأيام الديك الهادر على البيادر، على الحقول، علشان يدور على حاجة ياكلها. قعد يدور يدور ويلف ويلف لغاية ما لقى حبة قمح. أخد حبة القمح ومشي لغاية ما قابل واحدة ست قاعدة بتطحن القمح بتاعها. قال لها خدي يا ست القمحية دي اطحنيها مع قمحك لو حبيتي. الست أخدت القمحية وشكرته ومشي الديك، والست حطت القمحية مع قمحها وقعدت تطحن وتطحن وتطحن لغاية ما القمح بقى دقيق. وظهر تاني الديك قال لها أنا عايز القمحية بتاعتي. الست استغربت، قالت له أجيب لك القمحية منين؟ أنت اديتهاني وأنا طحنتها مع قمحي. قال لها بك بك بكاك بك بك بكاك بك بك بكاك، أنا الديك الهادر طلعت على البيادر، لفيت لفيت لغاية ما حبة قمح لقيت، وحبة قمح بشوية دقيق. الست قالت له طيب خلاص، راحت كابشة شوية دقيق ومديها له، قالت له خد اتفضل. أخد منها الدقيق ومشي ومشي لغاية ما وصل عند راجل واقف قدام فرن عمال يعجن في الدقيق يعجن في الدقيق. راح له الديك قال له خد شوية الدقيق بتوعي لو حبيت. شكره الراجل وأخد منه الدقيق وابتدى يعجن فيه. ومشي الديك شوية، العجينة خلصت واتخمرت واتحطت في الفرن وطلع أحلى عيش. وظهر الديك وراح قايل له أنا عايز شوية الدقيق بتوعي. الخباز استغرب وقال له أجيب لك الدقيق منين؟ أنا خلاص خبزته وعجنته، أجيبه لك منين دلوقتي؟ راح قايل له الديك بك بك بكاك بك بك بكاك بك بك بكاك، أنا الديك الهادر طلعت على البيادر، لفيت لفيت لغاية ما حبة قمح لقيت، وحبة قمح بشوية دقيق، وشوية دقيق برغيف عيش. الراجل قال له اتفضل خد رغيف العيش واتكل على الله. أخد رغيف العيش الديك ومشي ومشي لغاية ما قابل مجموعة مزارعين قاعدين بيقلعوا البصل من الأرض بتاعتهم. يقلعوا شوية بصل يلفوهم في حزمة ويحطوهم، يلفوهم في حزمة ويحطوهم. راح لهم الديك وقال لهم ممكن تاخدوا رغيف العيش بتاعي لو حابين. المزارعين أخدوا منه رغيف العيش وشكروا ومشي الديك واستخبى وقعد يبص عليهم يبص عليهم، وظهر لهم وقال لهم أنا عايز العيش بتاعي. المزارعين بصوا لبعض وقالوا له في نفس واحد انت اديتنا الرغيف واحنا اكلناه. فراح قايل لهم الديك بك بك بكاك بك بك بكاك بك بك بكاك، انا الديك الهادر طلعت على البيادر، لفيت ولفيت لغاية ما حبة قمح لقيت، وحبة قمح بشوية دقيق، وشوية دقيق برغيف عيش، ورغيف عيش ببصل أخضر. قال له طيب ماشي حصل خير، اتفضل خد حزمة بصل أخضر. وأخد البصل ومشي ومشي لغاية ما قابل مجموعة ناس عمالين يصبوا عسل في برطمانات صغيرة. راح لهم الديك وقال لهم ممكن تاخدوا البصل الأخضر بتاعي لو حبيتوا. أخدوا منه الناس البصل الأخضر وشكروا ومشي واستخبى لغاية ما اتأكد إن هم أكلوا كل البصل الأخضر كله. وبعدين ظهر لهم قال لهم أنا عايز البصل بتاعي. الناس قالوا له احنا أكلناه مش معانا. قال لهم بك بك بكاك بك بك بكاك بك بك بكاك،
أنا أديك الهادر. طلعت على البيادر، لفيت لفيت لغاية ما حبة قمح لقيت، وحبة قمح بشوية دقيق، وشوية دقيق برغيف عيش، ورغيف عيش ببصل، وبصل بشوية عسل. قالوا له طيب مفيش مشكلة. راح مدينه برطمان عسل صغير وادهوله وأخده ومشي لغاية ما قابل مجموعة من رعاة الغنم معاهم خرفان ومعيز، وراح لهم وقال لهم اتفضلوا العسل بتاعي لو حابين. الرعاة أخدوا منه العسل وشكروه ومشي، واستخبى ورا شجرة وقعد يراقبهم 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 لغاية ما اتأكد إن هم أكلوا العسل كله لآخر لحظة، وطلع لهم وقال لهم أنا عايز العسل بتاعي. الرعاة قعدوا يضحكوا يقولوا أنت بتهزر، إحنا أكلنا العسل أنت اديتهولنا وإحنا خلصنا عليه. فراح قايل لهم بك بك بكات بك بك بكات بك بك بكات، أنا أديك الهادر. طلعت على البيت، لفيت ولفيت لغاية ما حبة قمح لقيت، وحبة قمح بشوية دقيق، وشوية دقيق برغيف عيش، ورغيف عيش بحزمة بصل، وحزمة بصل بشوية عسل، وشوية عسل بمعزة صغيرة. الرعاة بقوا بيضربوا كف على كف مش مصدقين اللي بيحصل، بس قالوا يلا نديله المعزة. وفعلا ادوله معزة صغيرة، وخد المعزة وفضل يمشي 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 لغاية ما ابتدى يسمع أصوات جاية من بعيد، أصوات عالية وناس كتير بتتكلم. وكل ما يقرب الأصوات تتضح أكتر، شوية ابتدى يسمع زغاريت، شوية ابتدى يسمع ناس بتضحك وناس فرحانة، وابتدى يسمع أغنية جاية من بعيد عمالة تقول يا شمس غيبي من السماء على الأرض في عنا عريس، يا شمس غيبي من السماء على الأرض في عنا عريس. ولما قرب لقى لمة وناس كتيرة وفرحة، وسأل حد من الموجودين قال لهم هو في ايه؟ قالوا له ده فرح فلسطيني ودي الحفلة بتاعت العريس. أخد بعضه الديك وطلع هلا بيلا على أهل العريس، قال لهم خدوا المعزة بتاعتي لو حابين. أهل العريس شكروه وفرحوا جدا بالمعزة اللي اداها لهم، ومشي الديك واستخبى لغاية ما أكلوا المعزة كلها. وبعدين طلع لهم قال لهم أنا عايز المعزة بتاعتي. أهل العريس كانوا مكسوفين جدا مش عارفين يعملوا إيه. قالوا له أنت اديتنا المعزة وإحنا أكلناها وأكلنا ضيوفنا، هي مش معانا. وراح قايل لهم بك بك بكاك بك بك بكاك بك بك بكاك، أنا أديك الهادر. طلعت على البيادر، لفيت ولفيت لغاية ما حبة قمح لقيت، وحبة قمح بشوية دقيق، وشوية دقيق برغيف عيش، ورغيف عيش بحزمة بصل، وحزمة بصل بشوية عسل، وشوية عسل بمعزة صغيرة، ومعزة صغيرة ببقرة كاملة. أهل العريس اتكسفوا قوي وكانوا خايفين من الفضيحة، فقالوا له طيب زي ما انت عايز. راح مدين له بقرة، أخد البقرة وفضل يمشي 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 لغاية برضو ما سمع أصوات جاية من بعيد، وزيطة وزنبليطة وأصوات عالية، وكل ما يقرب يسمع أصوات غنى، وكل ما يقرب الغنى يعلى لغاية ما ابتدى يسمع أغنية يا عروستنا الحلوة يا نيسان يا حلوة، يا عروستنا الحلوة يا نيسان يا حلوة. وقرب وقرب لغاية ما لقى مجموعة من الناس قاعدين بتهيص وفرحانين، فقرب من حد فيهم وسألهم هو في ايه؟ رد عليه واحد وقال له ده فرح ودي حفلة العروسة، واحنا جايين هنا عشان نفرح معاها ونسعدها ونحتفل معاها. فعمل ايه دي؟ راح لأهل العروسة وقال لهم ممكن تاخدوا البقرة بتاعتي لو عايزين. أهل العروسة انبسطوا قوي وشكروه على كرمه ومسكوا فيه عشان يقعد معاهم ويحضر الفرح ويعزموا عليه بالأكل والشرب، لكنه طبعا رفض وراح استخبى وفضل مستني 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 لغاية ما أكلوا البقرة كلها هتتك بتتك. وراح طلع لهم عايز البقرة بتاعتي. أهل العروسة مبقوش عارفين يعملوا إيه، قالوا له إحنا أنت اديتها لنا وإحنا عملنا بيها العزومة دي كلها وأكلنا الناس وضيوفنا يعني
مش عارفين نعمل إيه، يعني أنت أحرجتنا جدًا. فراح قايل لهم: بك بك بكاك، بك بك بكاك، بك بك بكاك، أنا أديك الهادر. طلعت على البيادر، لفيت ولفيت لغاية ما حبة قمح لقيت، وحبة قمح بشوية دقيق، وشوية دقيق برغيف عيش، ورغيف عيش بحزمة بصل، وحزمة بصل بشوية عسل، وشوية عسل بمعزة صغيرة، ومعزة صغيرة ببقرة كاملة، وبقرة كاملة بتاج العروسة. أهل العروسة كانوا محرجين، هياخدوا تاج العروسة يدوها للديك، بس مكانش عندهم حل، وادوله تاج العروسة. أخد تاج العروسة الديك وكان ماشي فرحان وسعيد، فرحان جدا إنه عنده تاج العروسة اللي أخدها قصاد حبة قمح صغيرة. ومن ساعة الوقت ده في فلسطين زمان 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 ولغاية يومنا هذا كل ديوك العالم بقى عندهم فوق راسهم تاج شبه تاج العروسة، بيقولوا عليه عرف الديك.